السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير يا ربي. طبعا هواية أصدقائي يدخلون علي يسألوني عن أمريكا. فاليوم أنا حبيت أسوي هذا الفيديو لكل الأصدقاء، وراح أحكيكم من البداية شلون الحياة بأمريكا. أول فقرة، أنت راح تصل لأمريكا. إذا عندك كفيل أو ما عندك كفيل فالمنظمة هي راح تلتزم بيك 100%. الشغلة الثانية، راح تلاقوك من المطار، راح يجيبوك للشغل اللي أنت بيها. إذا كنت سنجل فراح يخلوك ويا واحد تعيش وياه زين مو زين، وسخ نظيف، هاي انت وحظك. شلون عليه؟ تصل للبيت بخير وسلامة، راح ينطوك الويلكم مالتك اللي هو ما اعرف اني هسه حاليا بال 2017 يعني $1000 او 700. انا اخذت $750. وراح وراها طبعا تقعد بالشقة وتغسل وتنظف، وعلى حسب الأصول حاطين لك الشورباية والشغلات اللي هم حاطيك إياها. طبعا هاي بالإضافة إذا ما قطعوا لك منها، يعني قالوا لك احنا جبنا لك شورباية وجبنا لك فراخ وجبنا لك كذا وجبنا لك كذا، أو لغفن عليك، لأن هواية صارت هنا. على كل، فوراها راح يصير عندك مواعيد. يعني أول فقرة راح ياخذوك للسوشيال سيكوريتي، يسووا لك اللي هو النمبر مالتك، هذا اللي هو بأمريكا. هذا هو حياتك بيه، كل معلوماتك بيه، كل الدنيا بيه. تموت، تحتي، قتل، دعم، شي كله هذا السوشيال سيكوريتي. وراها تكمل السوشيال سيكوريتي، ما تقدر تشتغل لحين ما تجيك بطاقة العمل. يعني بطاقة العمل أهم شي لازم عندك، فأنت لازم تنتظر لمدة تشقد. يلا يجيك السوشيال سيكوريتي تقريبا لمدة حدود الشهر أو شهرين، يجيك السوشيال سيكوريتي، وراها تجيك بطاقة العمل، ووراها تقدر أنت بعدين تشتغل إذا تريد تشتغل. إذا ما تشتغل أكيد أكو هواية ناس اشتغلت بالأسود، وراها عاد اشتغلت بالشركات. يعني أنت اللي راح تقول إنه يصورون كل الناس أمريكا تنطي مساعدات، إخوان الله يخليكم، الله يستر عليكم. ترى هنا بأمريكا يعني من سنة 2013 ل 2017 أنا أجرت 650 غرفة واحدة، وهسه الغرفة الواحدة ب1100. يعني الله يخليكم، افهموا للي تجون لأمريكا إنه الشغلة صعبة. أمريكا ما تساعدكم، والله العظيم نصيحة من أخوكم أحمد، ما تساعدكم. أنا راح أسويكم إياها هسه حساب عرب على قولتهم. راح أعطوك مساعدات اللي هي $325 أو $370 لكل شهر، بالإضافة إلى بطاقة اللي هي الفود ستامب. هاي بغت عندي استخدمت 3 أشهر وبعدها ذبتها، ما تفيدني. يعطوك بيها $200 $150 تشتري بيها بس أكل، ما تقدر تسوي بيها أي شيء. فينطوك 350 أو $370، وإيجار الشقة هسه ب1100 و200، يعني كل 520. لأن قعدة الروميت جابوك قعدة روميت أو ويا 4، يعني غرفتين هسه ب1340. يعني 1340 إذا نقسمها هسه اللي قعدوا بالشقة، 1340 تقسيم 4، يعني $335. يعني يدوب يجوز تكملهن. يعني شلون عليه تكملهن. يعني هاي حياتك إذا أنت 7 أشهر راح تعيشها. زين أنت خلنا هيجي، أنت لازم تطور روحك. فأريد لحد يتصور إنه أمريكا إنه تساعد الإنسان، ما يساعدوك. هذه المساعدة اللي هي بيها، اللي هي المنظمة اللي تنطيك، منظمة الهجرة. زين، هاي انتهينا من عندها. وراها ايش عندك؟ عندك بل مال التليفون لازم تاخذ تليفون. بل التليفون ايش قد عيني؟ يعني هسه احنا حسبناها 335، انت قاعد ويا
4 نفرات 3 نفرات، زائد عندك اللي هو $50 البل مال التليفون كل شهر، ايش قد صار عندك؟ 385. زين كهرباء، يعني أقل شي كهرباء قول $25 زائد 25، هاي تقسمت زائد 25، صار عندك 410. زين عندك انترنت بالبيت، انتو على 4 قول هم هاي $10 زائد 10 يعني $420. زين $420 هم منطقة 370. شلون؟ اخواني انتبهوا، يعني وراها انت لازم تشتغل، لازم تشتغل، يا اما تشتغل بالاسود وما راح تطور روحك، راح تظل تنام وهاي حياتك، ولا راح يصير لك هيستوري، ولا راح البنك يأمن بيك، يعني يعطيك قروض ما قروض شغل. نجي هنا على أقل شي تعطي الشركة هنا المينيمال مان، نحن نقول أقل شي $9.25، يعني ما يقارب $92 باليوم. الساعة $9.25، يعني تستلم باليوم $92. خليني أحسب لكم إياها. $92 في 4 أيام تستلم 370 بالأسبوع، هاي 4 أيام. بالإضافة إذا اشتغلت أوفر تايم اللي هو يزيد عن اللي 40 ساعة، يعني إذا اشتغلت 45 راح يصير عندك 9 و25 راح يصير عندك تقريبا 12. شو عليه تصير ساعة ونص، ساعة بساعة ونص، هاي يعني يعطوك إضافة. بس هنا شو راح يصير عندك؟ راح يستقطعون منك اللي هم السنجل هنا تاكس، هنا راح ياخذون منك هواي الحكومة، يعني تقريبا كل بيتك يجوز 125 إلى $200 بالشهر. المهم فإحنا ايش قلنا 92 4 أيام نضربها $370 بالأسبوع، بالأسبوعين 740. شوف الفرق، يعني إذا أنت راح تشتغل بالشركات راح تستلم 740 كل أسبوعين، يعني راح تقدر تمشي حالك، راح تقدر تطور روحك، راح تقدر كل شي تشتغل. يعني بالشهر تستلم 1480، طير من عندها، طير من عندها 200، طير من عندها 400، هم تستلم 1080 بالشهر. يعني 1080 بالشهر انت يا سنجل وقاعد ويا الناس 4 رمد، يعني شوف حياتك، وثاني شي عندك هيستوري، يعني تطور روحك. بس احنا المشكلة العراقيين يجون لأمريكا يدورون حالهم قصب رخيص، ما يريد يشتغل. يعني انت جيت بالعراق جيت تشتغل يرحم والديك، مو كنت انت تدق بالحار وضيم وانفجارات ودنيا ويلا تاخذ لك باليوم كله 20,000 أو 30,000 دينار. يا أخي أنت هنا دا ينطوك $9 وراه تزيد ساعتك، يعني أنت هنا عايش مكرم معزز، ما حد يقدر يصيح عليك، تشتغل كل ساعتين ربع ساعة استراحة، عندك تأمين صحي من الشركة، لا سمح الله إذا تعورت إذا صار شي ينطوك تعويض، فكل الأمور موجودة بيها. فأخواني هاي حياة أمريكا، اللي يريد يجي لأمريكا خليه يشتغل، والله العظيم يطور روحه ويعيش حياة سعيدة. بس اللي يريد يجي لأمريكا يدور سوالف مكسرة، يدور ملاهي، يدور بنات، والله ما يصير راسه خير. والحمد لله والشكر هاي أنا جيت لأمريكا خير من الله، جيت واشتغلت وطور روحي، والحمد لله والشكر تحقق كل أحلامي. يعني ما أقول لكم كل شي سويت، يعني كل شي الله سبحانه وتعالى أنطاني، يعني مشيت عدل الحمد لله والشكر. وهاي مثل ما تقول ما أريد كل شي، نحمد الله وشكر على كل حال. وتحياتي لكم، وإن شاء الله راح تستفادون من الفيديو. وأي شخص يحتاج مساعدة لا يتردد. حياتي لكم، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم.